ازيكم؟ العيش الابيض اللي عملته معاكم عجب الكل الحمد لله. في فيديو النهارده بقى هعمل معاكم العيش البلدي اللي هو ابو رده ده. هعمله معاكم بكل اسراره، هقولك على كام تركه كده تخلي الكيلو معاكي، كيلو الدقيق يعني، يرمي معاكي كميه كبيره جدا من العيش ويطلع كله منفوخ، ولا واحد مش هينفخ معاكي. زي ما هوريكي كده بشكل سريع. كيلو الدقيق بيطلع معايا حوالي 20 رغيف، حجم كبير زي ما انت شايفه كده. الكمية اللي قدامك دي كلها من كيلو دقيق بس. وهقولك كمان لو ما عندكيش دقيق بلدي تعملي ايه. كل التفاصيل والتركات ان شاء الله في الفيديو ده، وكل اسرار نجاحه في الفيديو ده. بس لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وهدخل معاكم بقى في الطريقة على طول. هبتدي اول حاجة بالدقيق بتاعي. انا بجيب كده كيلو من الدقيق البلدي السايب العادي اللي بيتباع عند العطار، ما بستخدمش ماركة معينة. واي نوع عيش انا بعمله بستخدم له الدقيق السايب اللي انت شايفاه ده. طيب انت بتقولي للعطار انا عايزه كيلو من الدقيق البلدي، الفرق ما بينه وما بين الدقيق الابيض العادي اللي هو بيبقى دقيق مخلوط بشويه كده من النخاله، او شويه كده من الرده. ولو عندك دقيق ابيض هقولك تعملي ايه برضو. انا كان عندي كيس كده كيلو من الدقيق الابيض، فجبت من عند العطار شويه كده من الرده. بالمناسبه الكميه دي هي دي الرده بتاعت العيش البلدي. الكمية اللي انا جبتها دي كلها كان حوالي ب5 جنيه. المهم ان انت بتجيبي ردة من مكان نضيف، يعني عطار يكون موثوق فيه كده عشان الردة نفسها تكون نضيفة. في بولة عندي بقى هبتدي افضي الدقيق بتاعي، وفي الاول كده هحوله من دقيق ابيض لدقيق بلدي. فانتي لو هتستخدمي دقيق ابيض هتعملي زي ما انا بعمل كده. لو هتستخدمي دقيق بلدي بعد ما نخلص الدقيق خالص نخلطه، يعني هقولك هنبتدي نشتغل في العيش ازاي. جبت كوبايه كده، الكوبايه العاديه بتاعت الشاي بلبن العادي، مليتها كده بالدقيق الابيض بتاعي، وهبتدي اشيلها من الكميه بتاعتي اركنها على جنب. بس مش بكبس الدقيق ولا حاجه، مجرد اني بملى الكوبايه واهزها بس كده. حطيت مكانها كوبايه من النخاله او كوبايه من الرده اللي احنا جبناها النظيفه، متاكدين ان هي نظيفه. وهبتدي اقلب الرده مع الدقيق زي ما انت شايفه كده. كده احنا حولنا الدقيق من الدقيق الابيض العادي للدقيق بتاع العيش البلدي اللي هو الدقيق الحبه الكامله اللي احنا قلنا عليه. هبتدي بقى اشتغل في العيش بتاعي. عندي كيسين كده من الخميرة الفورية، وتأكدي من تاريخ الصلاحية اللي بيبقى موجود على الكيس من ورا. وانا بستخدم دايما، يعني معظم الوقت بستخدم دريم لانه بيبقى حلو جدا. او معلقتين كبار من الخميرة الفورية لو عندك خميرة سايبة. حطيت معلقتين كبار كده من السكر، وهنزل بنص معلقة كبيرة من الملح. هبتدي اقلب كويس جدا عشان يعني الدقيق يختلط بالحاجات اللي انا حطيتها دي. قلبت كويس، هنزل بقى بمعلقتين كبار من الخل. الخل حلو جدا، بيساعد معايا ان العيش ينفخ مع الخميرة ويبقى هش كده. كنت بقى مجهزة عندي مية دافية زي ما انت شايفة كده، خدي بالك مية دافية مش سخنة عشان ما تقتلش الخميرة معاكي. نزلت بيه الكوباية اللي انا شلت بيها الدقيق دي، هي اللي انا حطيت بيها المية. نزلت بكوبايتين بس في الاول كده من المية. خدي بالك ان كل نوع دقيق بيحتاج كمية مختلفة من السوائل، فانا بنزل بكوبايتين بس في الاول. ابتدي الم العجينة الاول بالمعلقة وبعدين بايدي، وبعدين انا بحس بايدي بقى العجينة بتحتاج قد ايه من المية. وهقول لك القوام بتاع العجينه اللي احنا عايزين نوصل له. المهم نزلت بعد كده باقل من ربع كوبايه من الميه اللي هي انا لميت بيها العجينه زي ما انت شايفه كده في قلب الطبق بتاع العجن. وبعدين نزلتها على الرخامه عشان ابتدي اعجن فيها بقى كويس جدا. خدي بالك ان انا عايزه عجينه بتلزق نسبيا، يعني هي العجينه بتلزق في ايدي بس الرخامه العجينه ما بتلزقش فيها، يعني زي ما انت شايفه كده. بس لو بصيتي على ايدي هتلاقي ايدي العجين بيلزق فيها. خدي بالك ان التلزيقه البسيطه دي لما بقعد اعجن في العجينه كويس التلزيقه دي بتروح، وبتطلع معايا العجينه في الاخر طريه جدا عامله زي الاستيك كده بس مش بتلزق. قعدت اعجن فيها حوالي 3 دقايق 4 دقايق لحد ما بتشد العجينه كده، بتكون عامله زي الاستيك في ايدي وبتلزق في ايدي حاجه بسيطه. بعد كده لما بروح اغسل ايدي وانشفها واجي امسك العجينه بتلاقي العجينه طريه جدا، بس مش هتلزق في ايدك تاني خلاص بقى. وخدي بالك ان العجينة الطرية جدا اللي هي فيها تلزيقة بسيطة دي هي اللي بتخلي العيش معاكي بعد كده يطلع طري مش ناشف.
المهم ان انا خلاص بعد ما غسلت ايدي ونشفتها بوريكي ان العجينه خلاص مش بتلزق في ايدي، بس لو اتكيت عليها وحطيت ايدي فيها قوي هتلاقي التلزيقه بانت. المهم حطيتها في قلب البوله بتاعت اللي كنت بعجن فيها وغطيت العجينه. هسيبها تخمر، ما تتقيديش بوقت لحد ما تلاقي العجينه ملت البوله عندك زي ما انت شايفه كده. يعني العجينه خدت وقتها ان هي تختمر كويس، عشان خاطر ده بيديكي نتيجه حلوه في العيش بعد كده. مش بخرج بقى الهواء من العجينه، بنزل العجينه بالراحه كده على الرخامه. انا عايزه الهواء اللي جوه العجينه ده، مش عايزاها تطلع مكتومه، ومش عايزاها بعد كده لما اجي اعملها كور اسيبها وقت طويل ترتاح تاني او تخمر تاني. فانا عايزه احتفظ بكميه الهواء اللي موجود في العجينه. قسمت العجينة على نصين، وكل نص في العجينة بقطعه كده على 10 كور زي ما انت شايفة، وال10 كور دول هيعملوا لي رغيف كبير زي ما هوريكي وانا بشكله وانا بسويه. ممكن لو عايزة تعملي العيش أصغر من الحجم اللي أنا عملته، ممكن تقطع معاكي 25 ل30 رغيف على حسب حجم الرغيف بتاعك. ببتدي بقى اخد قطعة قطعة كده من العجين، وبعدين بشكلها كور. وانا عشان شغاله بسرعه فبحط الكور جنبي كده لحد ما اخلص الكميه او ال10 كور الاولانيين اللي انا قلتلك عليهم. في صينيه عندي فيها رشه كده من الرده، ببتدي احط الكور بتاعتي يعني مش لازقه في بعضها قوي، وبعدين بغطيها. لو انتي مش شغاله بسرعه زي كده، ابتدي واحده واحده تكوريها، حطيها في الصينيه تحتيها رده وغطيها عشان العجينه ما تعملش قشره من على الوش. المهم عملت الجزء التاني من العجينة بنفس الطريقة، يعني عملت 20 كورة اللي هما بال20 رغيف اللي انا قلتلك عليهم، وسبت العجينة ترتاح 5 دقايق بس، مش اكتر. وببتدي احط بقى في الرخامة بتاعتي شوية كده من الردة، وبخلي طبق صغير زي ما وريتك كده في شوية من الدقيق على جنب، عشان العجينة طبعا طرية جدا فممكن تلزق معايا وانا شغالة بالمردنة، فبحط رشة صغيرة كده من الدقيق على الوش. المهم يعني في ارضيه الرغيف ببتدي احط شويه كده من الرده زي ما قلت لك، وببتدي افرد بقى الرغيف بتاعي الحجم اللي انا هوريهولك دلوقتي. ولو لزقت بحط لها شويه كده من الدقيق على الوش. وبكون مجهزه معايا فوطين، فوطه اللي بفرد عليها العيش، والفوطه التانية بغطي وش العيش بتاعي. المهم شكلت الرغيف بتاعي زي ما انت شايفه كده. ال ال يعني بحط ايديا الاتنين او كفين ايدي الاتنين تحت رغيف العيش، ما بتبقاش ايدي باينه. انا بحب اعمل الحجم ده. بصي السمك بتاع العجينه او الرغيف، بتحسي ان العجينه او الرغيف رفيع. طب ازاي هينفخ كده؟ هقولك ازاي بخلي العيش ينفخ بالطريقه دي. المهم بعد ما بفرده كده ببتدي احطه على الفوطه زي ما انا قلتلك، وبغطيه بالفوطه التانية، وباخد كوره كوره من الكور اللي انا قلتلك عليهم دول، وببتدي افردها طبعا بالاحجام اللي انت عايزاها. بس العجينه يعني هتساعدك ان انت تفردي العيش كويس جدا وبسرعه جدا كمان. ببتدي طبعا ارص العيش بتاعي على الفوطة مش لازق في بعضه، يعني جنب بعض كده. وبعدين بغطيه، كل واحدة بعملها لازم اكون متأكدة ان انا بغطي العيش عشان خاطر وشه ما يعملش قشرة كده، وتلاقي العيش معاكي نشف كمان. خلصت انا كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. وبعدين خطوة مهمة جدا، بسيب بعد ما بخلص ال20 كورة بتاعتي وافرد العيش كله، ببتدي احسب بقى على الموبايل كده نص ساعة. بسيب العيش نص ساعة يرتاح بالطريقة دي. اولا هيخلي السمك بتاع الرغيف ينفخ، وتاني حاجة هيخلي العيش معاكي يرتاح، وده اللي بيخليه كله ينفخ معاكي، ولا رغيف مش هينفخ. جينا بقى بعد نص ساعة ببتدي اخد طاسة ممكن تنفع اي طاسة، يعني ممكن تيفال، ممكن سيراميك زي ما انا استخدمت، وممكن كمان ألمونيوم. ببتدي احط الطاسة عندي على النار واسيبها تسخن كويس جدا على درجة حرارة متوسطة. وبعدين ببتدي انا هعمل معاكم كام رغيف هوريك ان كله هينفخ. ببتدي احط العيش بتاعي الرغيف زي ما هوريك دلوقتي. بحط العيش على وشه، يعني الردة تكون مقابلة ليا. واول ما يبتدي يعمل فقاعة كده من فقاعات الهواء او يبتدي هينفخ، ببتدي اقلبه على الناحية التانية. وهقولك كمان لو اتخرم معاكي، يعني ده رغيف اتخرم ما نفخش ما كملش نفخ، فلاحظت ان هو اتخرم، ببتدي اسد الخرم بتاعه زي ما انت شايفة كده بسباتيولا. هتلاقي الرغيف معاكي كله نفخ برضو. بفضل انا احاول مع العيش كده، يعني
بقلبه على الناحية دي شوية وعلى الناحية دي شوية، بياخد حوالي 30-40 ثانية بالكتير، وبتلاقي العيش معاكي استوى. واي بقى بواقي من الردة كده اتحرقت او خدت لون غامق، ببتدي انضف بمنديل في ايدي كده، انضف الطاسة على طول عشان العيش معايا ما يبقاش في حاجات كده محروقة. زي ما انت شايفة كده بساعد العيش، بحط ايدي بالسباتيولا يعني بالراحة كده، خدي بالك عشان ما يتخرمش، واضغط عليه بالراحة جدا. بساعد ان انا اوزع الهواء السخن في قلب العيش من جوه فينفخ اسرع. زي ما انت شايفة بقلب العيش على وشه، بخلي ناحيتي انا الردة، اول لما يعمل لي فقاعة الهواء دي بقلب العيش على الناحية التانية، هتلاقي العيش نفخ معاكي بكل سهولة. وفقاعة الهواء اللي هناك دي ببتدي ادوس عليها كده بالاسباتيولا بالراحة عشان اساعد ان الرغيف ينفخ معايا بسرعة. طيب لو حضرتك عايزة تسوي العيش مش على البوتاجاز، عايزة تسويه في الفرن، هتجيبي الافضل يعني يكون عندك صاج كبير، وتبتدي ترصي العيش بتاعك جنب بعض، وتدخليه فرن. على الفرن يكون سخن جدا، يعني تكوني مسخنه الفرن مثلا قبلها بربع ساعه كده، يكون الفرن سخن جدا. ولازم يكون الفرن شغال شوايه ومن تحت كمان، يعني يكون الفرن بتاعك بيشتغل تحت وفوق. هتشغلي من تحت على درجه حراره متوسطه وفوق درجه حراره متوسطه، وتدخلي العيش في الرف اللي في النص، وتقفلي عليه الفرن، وتكوني متابعه كده من الازاز بتاع الفرن. اول لما ينفخ تبتدي تفتحي عليه وياخد اللون زي اللون اللي انا بديهوله دلوقتي، بديه للعيش دلوقتي، اللي هو اللون الحلو اللي بيبقى على وش العيش ده، ويبقى العيش معاكي استوى. طبعا انا خلصت كل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. العيش عشان واخد وقته ومرتاح كويس، هتلاقي العيش معاكي بينفخ كله بنفس الطريقه. ده غير بقى ريحته الخطيرة، طعمه الحلو، حجم العيش كبير. مش عايزة اقولك اقتصادي عشان حتة اقتصادي دي بتفرق ما بين حد والتاني، بس انا بالنسبة لي انا انضف واحلى من بره، وكمان اقتصادي عن بره، لان الرغيف ده عندي انا ب3 جنيه، اللي هو الحجم الكبير ده. اللي اصغر منه شوية حجمه 2 جنيه. فان انا اعمل كمية كبيرة كده من العيش من كيلو دقيق، بتقعد معايا فترة طويلة، وحاجة كده انت عاملاها في البيت، وما بياخدش معاكي اي وقت خالص. زي ما انت شايفة العيش ما شاء الله كله نفخ معايا بنفس الطريقة. معلش انا طولت في المقطع ده بس عشان اوريكم ان العيش ما بياخدش وقت خالص، بينفخ كله بينفخ، ما فيش ولا رغيف مش بينفخ. وزي ما انا قلتلك، حتة ان انتي بتسيبيه كده نص ساعة، ده بيساعد معاكي ان العيش يطلع ناجح جدا وحلو قوي زي ما انت شايفه. انا خلصت كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة، وبسيب العيش على رخامة زي ما انت شايفة كده لحد بس ما يبرد، وببتدي احطه في كيس او في شنطة، بيطلع معاكي بالشكل الخطير ده. لازم تجربوا الطريقة دي وتقولولي، ان شاء الله انا واثقة ان هي هتعجبكم زي العيش التاني اللي انا عملته وعجب ناس كتير جدا، ناس كتير جربته. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.